منتخب السنغال انسحب لأكثر من 20 دقيقة في سابقة ناترة، والمباراة توقفت قبل نهايتها بدقائق قليلة دون قرارات حاسمة كان يفترض أن يتواج فيه العدل. تحول الملعب إلى مسرح للقرارات الغريبة، وأصمتت الصافرة حين كان يجب أن تصرخ، تشويش واضح، أخطاء تحكيمية، قرارات أربكت اللاعبين وأطفأت فرحة شعب كامل. ثم جاء هدف للسنغال بعد احتكاك واضح دفع على مدافع مغربي. من بعد النهائي جاو العقوبات من لجنة التأديب، وعلى حساب بزاف ديال المتتبعين المنتخب المغربي كان هو المتضرر الأكبر. عقوبات اعتبرها البعض قاسية وخلات الشكوك تزيد حول طريقة التعامل مع المنتخب المغربي. المغرب خرج مرفوع الراس، ولكن الأسئلة باقي مطروحة، والجماهير باغية غير حاجة وحدة: العدل. داخل غرفة الملابس لم تكن هناك دموع، كان هناك وعد. إذا حرمنا من كأس إفريقيا لم يكن الحزن في الخسارة بل في الطريقة. اليوم تعلمنا وعد: إذا حرمنا من كأس إفريقيا فسنذهب لما هو أكبر. هذه لحظتنا، لقد وعدنا أنفسنا والشعب. العبوا بقلوبكم اليوم. الدقيقة الحاسمة، الكرة تصل إلى إبراهيم دياز. هدف لا يسجل في الشباك فقط بل في ذاكرة التاريخ. ديما مغرب. الهدف التاريخي، إبراهيم دياز يفعلها للمغرب في الدقيقة الأخيرة. ذلك الكأس لم يكن مجرد لقب، كان ربأ على الظلم، وكان عدلا إلهي تأخر لكنه جاء. كأس العالم، كأس يعادل كل كؤوس إفريقيا. المغرب لم يسرق منه الحلم. ذلك الكأس لم يكن مجرد لقب، كان رد على الظلم. فاز منتخب المغرب بكأس العالم لكرة القدم ليقود بلاده للفوز 2-0 على الأرجنتين في النهائي. أصبح المغرب بذلك أول بلد عربي يتوج بكأس العالم. المغرب لم يسرق منه الحلم، المغرب ببساطة حلم أكبر. مزيد من التفاصيل مع المختار العبلاوي مراسلنا من الرباط. أولا مبارك مختار، ثانيا ضعنا في الأجواء. نعم، الأجواء احتفالية كبيرة هنا في العاصمة المغربية الرباط. الجماهير تتقاطر من مختلف مناطق الرباط إلى وسط الرباط، وكذلك في بقية المدن: مراكش، الدار البيضاء، فاس، مكناس. فرحة كبيرة بهذا التتويج التاريخي للمنتخب المغربي لكأس العالم بعد فوزه في هذه المباراة التي تابعها المغاربة خلال ساعتين من الزمن. والآن الساعة في المغرب تشير
إلى الساعة الثالثة ليلا وهي الساعة متأخرة، لكن رغم ذلك الأجواء هنا نلاحظ فئات مجتمع المغربي، الصغار الكبار النساء الرجال، الكل خرج وتوجه الآن إلى هذه الساحات.